سبب في زوال الرخاء الاقتصادي كمان. وذي نضرب له أمثلة. مثلا كان في قرانا، ربما كثير منكم أدرك المسألة هذه، كان إذا في بقرة تكفيه للبلاد أهل القرية، لأنه الناس صادقين معكم حقين، قالوا أيوة معنا حقين الحمد لله نعم الله خير كثير، واعطوا. معكم لبن، قالوا أيوة معنا لبن الحمد لله. معكم سمن، قالوا أيوة الحمد لله معنا. بل أحيانا إذا جاء واحد يطلب ما باقيش إلا حق أصحاب البيت يقسمون نصين، وربي يقول للنعم تعالي. لما أصبحوا الناس يكذبوا معكم حقين، قالوا لا، والدبية ملآن، يحمض الحقين مع يشربون أصحاب البيت. معكم لبن، قالوا لا، والقعنان ملآن، وجزع دم ضبط القعنان وقلبوا القاع. معكم سمن، قالوا لا، والتنك ملآن، وقاع كبار وما توسط السمن فار ورقموا بالسمن. ولا تتبع لا إلى أن أصبحت البقرة مع تكفيش أهل البيت، جزعت البركة. وفي قصة لطيفة كده، قصة لطيفة جدا. مرة كنت في قرية من قرانا هناك أعمل هذه الخطبة حول الكذب، وفي واحد شيبة كذا يسمعه مقعي وكأننا أسكب للقف الكلام، يعني مستغرب الشيبة هذا. ولما خلصت الصلاة ومسكنا على جنب قال لي يا ابني البقرة عادي تكفي عندكم أهل القرية، يعني أصحاب البيت. قلت له أيوة ليش؟ قال ما احنا عندنا يا ابني أنا لأنه تيجي البقرة راح اشتري للرضيع نيدو. للرضيع؟ قال لا للرضيع نيدو اشتري له. قلت له ليش؟ الظاهر الكذب عندكم. قال لي ما احناش دارين. قالوا عاد انا ايش اعجبك كذا؟ قلت له هات ايش معك؟ قال معي ابن عادوا ما يتحاكيش وقد يكذب. قلت له اشهد ان لا اله الا الله. كيف هذا الكلام؟ ويقوم يروي القصه هذه انه الابن صغير عادوا كذا يمشي ويتحكول كسر قلاص، هو يشوفه. بنجلس شويه لما جاء اخوته قال لهم منو كسر القلاص؟ والابن هذا اللي يتحكي يقول زعم اخوه. طيب كارثه هذه. قلت له طيب هذا رضع الكذب رضاعه ولا كيف يعني؟ عادوا ما يتحاكيش وقد هو يكذب. قال لي والله هذا هو الخبر الآن، هذا هو الخبر. طيب كارثة هذه. قلت لهم تخيلوا ابن عادوا ما يتحاكيش وقد هو يكذب، يعني يدخل المدرسة وقد هو كذاب محترف، لأنه ما يكذب وعادوا ما يتحاكيش. يعني شو يدخل المدرسة وهو كذاب محترف، وش يخرج من المدرسة وهو غشاش محترف، لأنه الغش كذب أيضا. وقالوا شو ينقذوا بلاد؟ مستحيل، كذابين غشاشين لا يمكن ينقذوا بلاد. أذن الله لهم حنيكين ينقذوا أنفسهم. فتشوفوا الكذب خطورة، يعني نحن لا نستهين به، وهذا ديننا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذا، والله يقول لنا كذا، يقول لنا دينكم الصدق، دينكم الصدق. والمسائل كثيرة يعني في بيان إنه كيف يزيل النعم، لكن نكتفي بهذا المثال. ولذلك الله لما قال في حق القرية هذه آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل، لاحظوا إيش قال؟ فكفرت بأنعم الله، مش بالله. أيصل الكفر بالنعمة؟ ما هلش. تقول له معك شيء، أقول لك ما فيش وهو فيه.